في ناس ما بقتش بتثق في حد، مش لأنهم مش عايزين، لكن لأنهم اتوجعوا مرة وقرروا ما يتوجعوش تاني. بيخافوا من القرب من الناس وبيعتبروه تهديد بيأثر على سلامهم النفسي. توقعهم الخذلان من الأشخاص بيخليهم يقفلوا على قلبهم ويعملوا درع حماية منهم. في الفيديو ده هندخل في رحلة قصيرة ولكنها عميقة. هنعرف إيه صفات الشخص ده وإيه الجذور النفسية اللي وصلته لكده. هديك اختبار ممكن أي حد يقدر يعمله، يعرف إذا كان ثقته في الناس ثقة صحية أو لأ. هناخد مفاتيح نقدر بيها نوصل للثقة الصحية ديت في الناس. من أهم صفاته، ما بيحبش يطلب مساعدة من حد، لأنه بيبقى شايل هم المقابل اللي هيقدمه قصاد الخدمة دي، أو ممكن يتمنى عليه بيها ويشيله جميلة. عشان كده بيحب يعتمد على نفسه. بيتألم في صمت، لأنه مؤمن إن الشكوى سلاح ممكن يستخدم ضده. بيصدق الفعل أكتر من الكلام، لأنه جرب إن الكلام الجميل ممكن يخبي وجع. بياخد وقت كبير عقبال ما يآمن لحد. مخلص إلى أقصى الدرجات لو لقى الشخص الصح، لأنه بيعتبره كنز مش سهل يعوضه. أما بالنسبة للجذور النفسية، الجذر الأول، خذلان مبكر من شخص كان المفروض مصدر أمان، وده أكثرهم شيوعا. أب أو أم غير داعمين أو وجودهم غير ثابت. حب مشروط منهم خلت العقل كون قاعدة واحدة: القرب بيساوي خطر محتمل. الجذر الثاني، خبرات اجتماعية فاشلة متراكمة، بالذات لو حصلت في فترة الطفولة، زي سخرية، تنمر، رفض أو استبعاد. مع التكرار العقل بيأكد على معلومة واحدة: الناس مصدر أذى أكتر من إنهم مصدر دعم. الجذر الثالث، صدمة فقد مفاجئ، وفاة، انفصال، هجر بدون سبب أو تفسير. النتيجة إن اللي بتحبه ممكن يختفي فجأة، فالثقة تبقى مخاطرة نفسية. الجذر الرابع، شخصية حساسة في بيئة قاسية. مش كل الناس بتتأثر بنفس الدرجة. الأشخاص الأكثر حساسية بيتوجعوا بشكل أعمق وبيتعلموا إن الحذر آلية للبقاء. الجذر الخامس، بيئة تربوية قائمة على النقد مش الاحتواء. تقد كل خطوة، بتسخر من المشاعر وبتعاقب على أقل غلط. فالإنسان بيكبر وهو شايف إن القبول من الناس شيء مش مضمون. الجذر السادس، تكرار الأذى بدون الاعتراف بيه، سواء إذا كان طفل أو كبير. لما يجي يتوجع ويتقال له كبر دماغك، الموضوع ما يستاهلش، بيتعلم إن مشاعره مش محل احترام ولا تقدير. بيفقد ثقته في الآخرين. الجذر السابع، هي الخيانة العاطفية أو المعنوية. ممكن تبقى حاجة بسيطة: إفشاء سر، استهانة بوجع. ده بيزرع ثغرات في ثقتك بالناس. دلوقتي جاء وقت الاختبار للعالم روتر لقياس الثقة. عندنا 10 أسئلة هسيبهم في تعليق مثبت أو في صندوق الوصف عشان ما نطولش وقت الفيديو. هنجاوب عليهم 5 إجابات: أوافق تماما هديها درجة، أوافق بس هديها درجتين، محايد 3، لا أوافق 4 درجات، لا أوافق إطلاقا 5 درجات. هنجمع الدرجات ونشوف إحنا في أنهي مجموعة. من 10 ل 24 هي ثقة منخفضة جدا. من 25 ل 39 هي ثقة حذرة ولكنها صحية. من 40 ل 50 هي ثقة صحية جدا. طب إزاي أعود نفسي أثق في الناس بشكل آمن؟ 1. حط حدود صحية في التعامل مع أي شخص. الثقة مش إن أنا أدي مفاتيح حياتي لإنسان وأحكي له كل حاجة، حتى لو كانت الناس دي مقربة ليا. اعرف إن في مساحة ما ينفعش نشاركها مع أي حد، اسمها المساحة الشخصية. 2. ابني ثقتك بشكل تدريجي. خلي أفعال الشخص هي اللي تكون حجر الأساس في العلاقة، مش كلامه. مع كل فعل حط حجر زيادة في جدار ثقتك بيه. 3. عالج التجربة القديمة وتصالح مع فكرة مش كل الناس هتكون قد الثقة. عادي، في غيرهم كتير يستاهل الثقة دي. العيب فيهم وفي طبعهم، مش فيك. حتى الأنبياء كان ما بينهم ناس منافقين. لو حسيت إن أنت استفدت ولو بجزء بسيط، ادعمني بلايك، اشترك معانا في القناة عشان تكون جزء من عيلة رحلة تعلم، وشاركنا برأيك في التعليقات. دمتم في رعاية الله.